في الفيديو ده احنا هنقارن ما بين انج وكورا ما بين عدة نقاط. المقارنة بتاعتنا مش هتكون معتمدة على القوة بس، لا هتكون معتمدة برضو على القصة وعلى الحالة الاجتماعية اللي كان بيمر فيها المفروض بطل القصة، وهل كان في اصحابه ولا لا. يعني هنحاول نجيب الحاجات السلبية والايجابية اللي كانت في الانميين ونقارنهم مع بعض، وفي الاخر اكتر افاتار يحصل على اكتر نقاط يبقى هو كده اللي كسب. يعني اول حاجه السن، الافاتار انج من الواضح كده ان هو كان صغير، يعني ممكن يديه من 8 ل 10 سنين 11 سنه، اما بالنسبه للكوره كانت كبيره عندها مثلا من 16 ل 18 20 سنه، ففي الحته دي اللي يكسب ساعتها انج. عايزين نحسب كده واحد لانجا. تاني حاجه الحاله اللي كان موجود فيها العالم، يعني ايه؟ يعني هل العالم اللي كان فيه الافاتار كان فيه سلام ولا كان فيه حروب ولا كده؟ فهنبدا طبعا بانج. فكان في الثلاث مواسم العالم كله كان متدمر بسبب عشيرة النار اللي كانت عمالة تغذي باقي العوالم. اما بالنسبة لافاتار كورا فمن اول الموسم الاول كان في سلام، وكان الافاتار انج عارف ان هو يبني مدينة الشعب، وكان عامل كل حاجة تهيئ ان الافاتار الجديد يكون في بيئة مسالمة، ويعرف ان هو يكمل كمان تدريب ويكون اقوى. فبرضه في النقطة دي الافاتار انج يكسب. تالت نقطة من ناحية اتقان العناصر، من الواضح جدا لينا ان الافاتار انج فضل يلف كل مملكة او كل الاراضي او كل العشيرة عشان يتعلم ازاي يتحكم في الاربع عناصر عشان يقدر ان هو يقدر على قائد عشيرة النار. وكان العنصر اللي بيعرف يتحكم فيه هو الهواء، وكان لسه فاضل له 3 عناصر، وكان راح في الجزء الاول يتحكم في الميه، بعد كده النار، بعد كده الارض. اما بالنسبه للكوره في اول حلقه في اول 15 ثانيه بيظهروا فيها بتظهر ان الكوره بتعرف تتحكم في 3 عناصر بس، لكن لسه ما بتكونش عارف ان تتقن الهواء. وبيكون الافاتار انج قايل ان بيكون كل افاتار ليه العنصر المضاد ليه، وكان العنصر المضاد للافاتار انج انا مش فاكره، لكن كان العنصر المضاد لكوره هو الهواء. فممكن من ناحيه السن ان كانت كوره صغير بس بتتحكم في 3 عناصر، اما انج كان صغير وكان بيتحكم في عنصر واحد بس، لكن انج اجتهد وعرف ان هو يتحكم في باقي العناصر. فالنقطه دي اللي يكسب الافاتار كورا. بعد كده هنتكلم عن قوه الاشرار، يعني هنقارن ما بين الاشرار اللي كانوا في انج وكورا، ونقارن مين فيهم اللي اقوى، واللي الافاتار عرف يكسب عليهم يبقى كده ساعتها هو اللي كسب النقطه دي. احنا كده لازم نفتكر ان كده 2-1 لانج. نبدأ بالموسم الأول بتاع أنج. أول ما كان أنج بيطلع من الكورة بتاعة التلج دي بيظهر إن اللورد زوكو بيجي ياخده عشان يوديه عند عشيرة النار وعشان يقبضوا عليه وكده، واللورد زوكو يرجع تاني مكانه. وفي آخر الموسم الأول في أنج بيظهر القائد من عشيرة النار اللي هو الواد التاني البارد ده، بيروح ماسك السمكة أو اللي هم بيتحكموا في المية وكده، وبيسود زي أكن المية بتجف في العالم كله. بعد كده الأفاتار أنج بيتحد مع السمكة التانية وبيدخل وبيكون أقوى، بيعرف إن هو يكسب. أما بالنسبة لأفاتار كورا إن كان ساعتها مون بيعرف إن هو يتحكم في من اقوى القدرات النادره واللي محرمه واللي اصلا محدش خالص بيعرف ان هو يتحكم فيها في العالم كله. كمان امون طور من قدرته وعارف ان هو يعرف ازاي يسحب قدرات الناس منها، من اقوى القدرات اللي محدش اصلا عارف ان هو يعملها غير الافاتار انج ساعتها، واللي كان خدها من اسد السلحفاه عشان يعرف يسحب القدره من قائد عشيره النار. بس ازاي بقى امون عارف يعملها؟ اعتقد دي ليها لغز محدش لسه عايز يقولها عنها من بتوع المسلسل او بتوع اللي عملوا البتاع ده يعني. فانا طبعا من رايي شايف ان كده الافاتار كورا تكسب في النقطه دي، لكن انا هسيب برضو النقطه دي انتوا اللي تقولوا فيها في الكومنتات. احنا كده المفروض 2-2، والنقطة الجاية دي هي النقطة اللي هتحسم مين اقوى، وان شاء الله هنزل فيديو تاني بعد ده عشان نكمل باقي النقاط ونكمل باقي الحاجات اللي هنقارنهم فيها، لان مش عايز الفيديو ده يكون كبير. واخر نقطة بقى واللي احنا هنسحم فيها كل حاجة، وهي حالة الافاتار. مين اللي كان بيدخل في حالة الافاتار اقوى واسرع وفي سن قد ايه وكده؟ نروح الاول عند انج عشان كان يدخل في حالة الافاتار كان ساعتها مش بيعرف ان هو يدخل في حالة الافاتار، لكن في الموسم الثاني انج لما راح عند مملكة الارض عشان في قائد معين هناك هيعلمه ازاي ان هو يدخل في حالة الافاتار، فالقائد ده استغله وخد كاتورو وحبسها تحت في الارض عشان يخلي انج ان هو يتعصب ويدخل في حالة الافاتار، وفعلا ده حصل. وساعتها جاله روكو في عالم الارواح، والافاتار روكو قال لانج قال له ان حالة الافاتار احنا ممكن ندخل فيها لما نكون في حالة دفاعية، يعني لما بيكون حامل الافاتار او حامل روح رافا ان هو يكون قرب يموت، بتبدا روح الافاتار ساعتها هي اللي تدافع عنه وتدخله في حالة الافاتار حتى لو هو مش عارف يعمل كده. لغاية ما في اخر المواسم انج عارف ان هو يتقن حالة الافاتار وعارف ان هو يقضي على قائد عشيرة النار. بس ملحوظة انج عارف يعمل كده وهو كان لسه صغير خالص، يعني كان مثلا في سن كورا لما كانت صغيرة اول ما ظهرت كده. اما بالنسبة لكورا كانت لسه برضه بتتدرب ان هي ازاي تدخل في حالة الافاتار، لكن طبعا من الواضح ان كورا اول ما بتدخل في حالة الافاتار بتكون قوية جدا جدا، واللي يدل على ده الموسم الثاني لما روح رافا نفسها اتاخدت منها وعرفت ان هي تدخل في حالة الافاتار وعرفت ان هي توصل لمكان كمان اعلى من انج. فانا شايف في النقطة دي الافاتار كورا هي اللي تكسب طبعا. ولكن في نقطة تانية اهم من كده، ان انج عارف ان هو يدخل في حالة الافاتار لما كان صغير، فانا برضو ما اقدرش احكم ما بين الاثنين في النقطة دي،
دي، لكن من ناحيه القوه بس اللي حصل في الموسم الثاني بالنسبه لافاتار الكوره، فيعتبر الافاتار الكوره هي الاقوى بلا منازع. لكن انجا كان عارف ان هو يتحكمها فهو صغير، فانا مش عارف ادي انهي النقطه دي يعني. فاعتقد مثلا ممكن نقول عليهم ايه، تعادل، بس الافاتار الكوره هي اللي تكسب برضه. ما تنساش انت تكتب لي في الكومنتات اللي رايك، وقبل ما يخلص الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وكده يعني. سلام.